أهلًا، 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 أهلًا بيكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو هنجرّب فيه مع بعض الباودر البينك اللي عاملة قلبان في كل مكان، والنهارده مش معانا باودر بينك واحدة، لأ معانا 2 باودر بينك والاتنين سعرهم رخيص والاتنين من عند شيجلام. فلو أنتم عايزين تشوفوا الريفيو الحقيقي اللي من غير أي دعاية، يالّا بينا نبتدي. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تدوسوا لي لايك علشان القناة تكبر وتتشاف أكتر، ويعني التعب بتاع الفيديوهات ده كده يجي بفايدة إن شاء الله على إيديكم، فادوسوا لي لايك ويالّا بينا نبتدي. الباودر الأولى هي الإنستا ريدي، وهي دي اللي إحنا جربناها قبل كده في فيديو، هاجربها لكم برضه تاني النهارده. والباودر دي هي الإصدار بتاع الباودر اللي إحنا كلنا اتفرجنا عليها أو حتى جربناها، اللي هي دي اللي كان في منها شفاف وفي منها ألوان كتير. فهي نزلت منها درجة جديدة اسمها بابل جام بلون بينك، بتتقسم كده لجزئين. الجزء الأولاني بيكون باودر مضغوطة، والجزء التاني بتكون لوز باودر، نفس الانستنت او الانستا ريدي بس اللون البينك والدرجه اسمها بابل جام. الجديد بقى واللي ما اعتقدش ان في حد انا شفت لسه عمل عليها ريفيو، وانا ده اول مره هتكونوا تشوفوها اعتقد على الريفيوهات العربيه. الجديده دي برضو لونها بينك، والبودر دي فيها مميزات مختلفه تماما هنحكي عليها دلوقتي، ودي احدث حاجه نزلتها شيكلاب. خلينا الاول على النص ده هنجرب البينك اللي هي دي، وهنبتدي ان احنا نحط تحت العين من البودره المضغوطه وعلى بقيه الوش من البودره الحره او اللوز باودر، علشان نشوف كده ازاي هتنور الوش في الاتجاه ده. وطالما احنا هنجرب باودر بينك ولونها بابل جام، يبقى لازم نستخدم معاها كده سبونشه جديده تكون كيوت، فبرضو دي جديده من عند شيجلام جبتها. وهناخد كده الباودر، بس الاول خلونا نتاكد انه الكونسيلر ما عملش كريسنج، او ندمجه تاني الاول. بعد كده ايه رايكم؟ شايفين ايه؟ البودر دي انا حبيتها جدا، بس بحس ان احنا لازم نقعد نعمل كذا مره علشان تطلع برودكت اللي هي الكومباكت باودر اللي فوق دي. بس بصوا الافكت بتاعها، الافكت بتاعها يا جماعه رهيب رهيب بجد بجد، حلوه قوي. برضو هحطها فوق العين عشان نثبت كده، لان احنا حاطين كونسيلر هنا. وكمان هحطها في الحته دي. بصوا الافكت بتاع الباودر ازاي حلوه وبتنور. انا معرفش احنا كانت الباودر البينك دي غايبه عننا منين، يعني احنا دايما كنا بنستخدم الاصفر. عمري في حياتي ما اتجرأت ان انا اجيب باودر بينك او احطها على تحت عيني ابدا، يعني مع انها موجوده من زمان. يعني هي موجوده عند ماركات كتيره كانت بتحط الباودر البينك دي في اللوز باودر، بس ما كانش حد بيشتريها. فجأة اكتشفنا انها بتعمل كده. يعني انا تحس ان العين دي حولت من كتر ما دي مظبوطه قوي. بقيت الوش بقى باللوز باودر بنفس السبونج قصدي، لان انا بثبت اللوز باودر كده يعني. الفرق ما بين اللوز باودر بقى واللي فوق انه اللوز باودر بتكون خفيفه، يعني لو انت مش محتاجه بقى يعني حاجه جامده على الوش، محتاجه تثبيت كده خفيف زي ما انتم شايفين كده. الوش بقى بلاطه شوكولاته يعني خالص. بصوا تحسوا ان وشي منور، واي حاجه لمعه في الوش مش مرغوبه راحت. الكونسيلر بقى سموز جدا وناعم جدا جدا جدا، انا رهيبه. وبتخلي تحت العين حاجه تانية. يعني عاده احنا لما بنفتح تحت العين بالكونسيلر بيكون شكله جراي شويه، لكن دي بتنور الوش وبتخلي تحت العين فاتح من غير ما يبقى لونها جراي يعني. وده كان النص اللي عليه البابل جام اللي هي الانستا ريدي، والجزء ده زي ما انتم شايفين كده كاننا حاطين عليه فلتر. وحبيتها جدا جدا جدا، وانا مديها 10 من 10 من زمان. فتعالوا بقى نشوف البودر التانية. ودي بقى البودر التانية بتاعة شيجلام، والبودر دي قايلين عليها حاجات كتير قوي على الويب سايت، هقولها لكم كلها دلوقتي. هي حاجه
plus it remove unwanted shine from your base while hydrating your skin for the perfect base. Literally with two touch, this powder refreshes the skin and doesn't fly away while applying. يعني الكلام الكتير قوي ده يعني ان هي معمولة من ووتر، من مية، وان هي مش هتطير واحنا بنجربها على وشنا، مش هتقعد تتطاير وتطير في كل حتة لان هي اساسها المية. فممكن تعملوا بيها ريفريش خلال اليوم، هتشيلكوا اي شاين في الوش، وده بيبقى موجود في اي باودر الحقيقة، ولكن هم بيقولوا ان هي هتخلي الوش مترطب. فانا مش عارفه ازاي باودر وتخلي الوش مترطب، لانه الباودر اساسا المفروض هي بتسحب الترطيب من الوش. فخلونا بقى نشوف ازاي دي هترطب وشنا او هتخليه هايدريتد وفي نفس الوقت هتثبته. احنا حاطين الباودر العاديه وهنحط دي دلوقتي الناحيه التانية علشان نشوف. طبعا الباكج يعني كيوت من الاخر. يا او ماي جاد، بصوا كده شكلها من جوه، انا معرفش ده ايه. بعد كده بنفتحها، ده كده جواها ورقه، تحسوا ان هنا في كده تل او شبكه كده جوه. ونشوف الهايدريتنج باودر دي ايه نظامها. هي ايه ده؟ يا جماعه دي مبلوله، دي فيها ميه. دي بلة السبونج مبلوله، الباودر مبلوله. اوكي كفايه انبهار، مبلوله. انا بحط كاني بليت السبونج، انا عمري ما شفت باودر ومبلوله. او ماي جاد، احساسها غريب. بودر مائيه، عارفين البودره المائيه بتاعت زمان، بس دي البودره المائيه احنا كنا بنحط عليها ميه، دي هي فيها ميه. ميه يا جماعه، جواها ميه. وانتوا مش هتحسوا اللي انا بقوله، بس هي وهي بتطير في الهواء، يعني عاده البودره بتطير بتنزل على هدومنا، دي بتطير. انا والله العظيم ما ببقى عايزه انبهر بحاجتهم، والله انا ببقى طالعه عايزه اقطع فيهم واقول لكم دي حاولوا ما تجيبوهاش. انا ما بلاقيش حاجه اقول لكم حاولوا ما تجيبوهاش. بس شويه، بس هنا كلكعت الحته دي، حاساها كلكعت شويه، مش عارفه باينه ولا لا، بس الحته دي كلكعت عن الحته دي، يعني دي كانت سهله قوي في دمجها، هنا لا. هل ده من الكونسيلر ولا منها؟ الله اعلم، مش عارفه. مش عارفه لو حاسين ولا لا، بس هنا انا حاسه ان الوش انعم شويه. الحته دي حسيت ان هي شويه كده عملت كريسنج تحت العين، ومش عارفه يعني مش حباها قوي، بس هنا انا حابه دي اكتر. فكفانش انصحكم بدي، بس كحاجه غريبه عايزين تجربوا يعني باودر جديده غريبه من عند شي جلام، فجربوا دي لان هي فعلا حاجه غريبه. انا اعتقد انه الباودر دي زي ما هما كاتبين عليها احلى حاجه ليها واحلى استخدام ليها، مش ان احنا نعمل بيها السيتنج بعد الميك اب، لكن ان احنا نعمل بيها ريتاتش. يعني في خلال اليوم لو انتي حسيتوا ان الوش كده محتاج شويه باودر كده تعدوا عليها سريعا، فدي ممكن ان هي تبقى حلوه. لكن بعد الميك اب انا انصح باللي هي الانستا ريدي، لكن لو انتوا في خلال اليوم عايزين تعملوا ريتاتش انصح بدي. وده كان شكل الباودر. دي الناحيه اللي احنا استخدمنا فيها البابل جام انستا ريدي، والناحيه دي اللي احنا استخدمنا فيها اللي هي اسمها هايدرو تاتش ريفريشنج سيتنج باودر. ومن اسمها زي ما قلت لكم ان هي تكون احلى ان احنا نعمل بيها ريفريشنج، وعشان كده انا جيت لكم تقريبا بعد الساعه من الميك اب، انا مش قادره اقعد بيه اكتر من كده لان انا المفروض انام. فهنجرب نعمل بيها بقى ريفرش ونشوف كده شكلها هيكون ايه. يعني البودره المبلوله دي اخبارها ايه؟ يعني هنجربها بفرشه، شوف مثلا في اماكن طبعا يعني هي هايلايتد او زيتت، مش عارفه بصراحه، بس هو الجو حر. ما عملتش حاجه، يعني هي ما بتعملش حاجه. نشوف من قريب كده، ما فيش هي ما بتطفيش اللمعه يا جماعه، يعني هي
لو انت بتحبي لمعتك تفضل زي ما هي هاتيها، لو انت بتحبي تطفي اللمعة بالباودر يبقى هاتي التانية. مبلولة، بودرة مبلولة، فهي طبيعي ان هي مش تطفي اللمعة. وده كان شكل السيتنج باودر بعد ما عملنا بيها ريفرشنج. وده كان الريفيو بتاعنا النهارده عن الاتنين باودر، الواحده اللي هي على اليمين واللي هي الانستنت ريدي، والناحيه الثانيه اللي هي انا مش عارفه بيقول عليها انستنت، زي انستنت بوت يعني. هي انستا، هي انستا جايه من انستجرام. ف انستا ريدي، والناحيه الثانيه اللي هي الريفرشنج هايدريتنج. فاتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا بالفيديو، واتمنى ان انتوا تكونوا عملتوا لايك، واتمنى ان انتوا تكونوا اشتركتوا في القناه، واتمنى اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.